تمام كده نبدأ التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. لو أنت بتسمعنا لأول مرة فأنت بتسمعنا على قناة نيرسان ميوزيوم على يوتيوب. أول حاجة نخش على طول. النهاردة إحنا هنشرح الشيت. أول حاجة ده شيت عادي ميديكال شيت، يعني حاجة مش الشيت اللي هو من الحاجات الصعبة ولا حاجة، لكن بدايته بس اللي بتكون صعبة. فاحنا نحتاج بس نعمل شير للشاشة. ثانية واحدة. بسم الله. أول حاجة medical unit student name group name date total degree supervisors name. دي في المقدمة كده. أول حاجة patient assessment sheet. demographic data patient name date of admission age 6 maternal status present health history post health history medical diagnosis. كل دي حاجات بتتملي من الشيت أو من البيشنت. تاني حاجة الفيزيكال اسسمنت، الويت، الهايت، كونديشن اوف سكين. نخش بقى في الحاجات المهمة. أول حاجة سكين كولر ريد وورم سوفت بيلور كولد، هل هو شاحب، هل هو بارد، دراي، ساينوزس، في ساينوزس، في إديمة، في سكين ليسون. دي كل حاجة إيه بنعملها في الأسسمنت. كونديشن أوف الهيد، سكالب كير اللي هو معمول سكالب. أحيانا بنسحب دم من كده فلازم من الهيد، فسكالب كير، سكالب ليسون لو في أي جروح أو في أي حاجة. تمام. ان abnormality الاي باول ايرز والنوز، وعشان برضو نشوف لو في sensitivity. اول حاجه الايز sensitivity to light inflammation pain double vision، مش شايف كويس. تحسه كده اللي هي لحظه الغمامان اللي هو ليه، تحسه شويه شايف الحاجات اتنين، يعني محول شوية. لكن دي حاجة بسيطة، ده مش معناه الحول الطبيعي، ده حاجة ممكن تكون موجودة عنده إيه اللي هو ساعة في ساعة التعب، أو هي حاجة عنده بقى فعليا. سكوينت اتشنج اكسس ستيرنج، بيدمع كتير مثلا ولا حاجة، فتبقى فيه ممكن انفلاميشن أو انفكشن قصدي أو كده. ايرز تينيتاس، ده يعني في رنين كده صوت، تحس أحيانا كده بتلاقي صوت زي زن كده في ودنك، هو ده التنتس. discharge في طالع من الودن كده. بين changing in hearing ability، مش عارف يسمع كويس، فده تقريبا بيكون في abscess أو كده. nose and senses history of allergy nasal discharge trauma to nose أو epistaxis بقى. طبعا احنا مش هنترجم كل حاجة عربي، لأن دي حاجات مبدئيا سهلة يعني، لكن احنا عايزين، أنا عايز أوصل بس للشيت تحت، لكن هنقرا الحاجات ديت سريعا. mouth and oral cavity tongue dry red moist أو pale. presence of dentures، يعني في زرع أسنان ولا. inflammation of oral cavity، في ال oral cavity في inflammation ولا حاجة. condition of النك enlarged lymph node أو raised jugular vein. jugular vein طبعا من أهم الفين اللي موجودة في جسم الإنسان، وحاجة من الحاجات اللي انتفاخه بيدل إن في مشكلة في الأورطة. دي حاجة في جراحة يعني. فمن أهم الحاجات اللي بتعمل لها assessment jugular vein. condition of nails broken أو thick أو well groomed. دي بتشوف كده الصوابع بتاعته، هل هاي كلابد نيلز مثلا، دي حالة
مشهورة جدا. dirty and long. لازم الحاجات دي طبعا بتعمل infection، ممكن تعمل مشاكل إن هي تكون long، والحاجات دي في ناس بتحب تعمل ضوافرها long، فممكن تجيب لها infection. هو مش عارف، أفكرها جماليا مثلا، بالذات في الفيمينز بيعملوها كتير. الكالر بينك أو بيل أو سيانوزد. lung and heart. presence of cough. dry cough. productive cough. odor. color. presence of blood. presence of any heart diseases. uh, abdomen بقى distension. سبلينوميجالي. سبلينوميجالي ده يعني استئصال اسمه، لا مش استئصال، الاسبلين بيكون متضخم لدرجة كبيرة يعني. ليسونز اسايتس. اسايتس طبعا يعني في إديمة، في ووتر كتير في بتكون علامة من علامات الإديمة يعني. كل بطن منتفخة كده. ستوما. يعني عامل فتحة شرج بدل اللي تحت، بيعملها في البطن كده. سكار بقى، سكار تيشو. هيباتوميجالي يعني الليفر حصل لها تضخم. others complication. lower limbs edema بين deep vein thrombosis ده يعني في تجلط في الفين، وديب يعني في تجلط، يعني حاجة سد الشريان، سد الوريد أصلا. فيتال ساينس ريسبيريشن الريت والمينت باي مينت، يعني التكبنية، هل هي تكبنية، هل هي براديبنيا، ديبس بتاعه، وهل هو ديب ولا شالو. ديزنيا أورسوبينيا. بالس الريزم بتاعه ريجولار ولا irregular. الريت تاكيكارديا براديكارديا. الفوليوم ويك ولا فول. سايتس أبيكال براكيال راديال كاروتيد، دول أشهر أماكن لقياس البلس. بادي تمبريتشر. الروت بتاعه اورال ولا اكزيلاري ولا ريكتال. طبعا الاورال ما بنزودش حاجة، الاكزيلاري بنزود نص، الريكتال بننقص نص، عشان الريكتال بتكون مكان مليان بالكابيلاريز يعني وكده، بيزود درجة الحرارة. ريدنج نورمال ولا هايبرثيرميا ولا في هايبوثيرميا. بلاد بريشر ريدنج نورمال ولا هايبرتنشن ولا هايبوتنشن. ليفل اوف كونشوس اورينتد ولا ديس اورينتد ولا ستيبل ولا سيمي كوما ولا كونفيوزد اصلا ولا كوما. سنسوري اور موتور ريفلكسز. في باراليسز، في فراكتشر، في كسر حصل، تكبيس ولا حاجة قبل كده، امبيوتيشن استقصاء بتاع بتر خالص. communication بقى للبيشنت. communication with his family with the nursing staff with other patient، عشان نشوف هل المشكلة عنده المرض ده منعه من الكوميونيكيشن ولا لا. national status normal ولا depressed ولا angry ولا حاجة تانية. body position فاولر ولا dorsal ولا برون ولا لازوتومي بوزيشن ولا سيتنج. طبعا البوزيشنز ديت حاجات مهمة في بروسيجر، لازم تكون عارف الوضعيات ديت، لأن أنت كل بروسيجر بيختلف في الوضعيات. يعني مثلا الليزوتومي دي بتبقى للليبر، للست اللي هي هتولد، أو دورسال ريكامبنت، دي حاجة تانية زيها. سيمي فاولر أو سيمي سيتنج أو سيتنج أو سيمس ده بيكون هي وضعيات، بس احنا مش وقتها ان احنا نجيب لها صور. اظن ان انتوا عارفينها يعني. body alignment appropriate ولا inappropriate. التناسق بتاع البادي كده. provide care. skin care. foot care. care of nails. mouse care. bed bath. بنعلم جنب كل حاجة احنا عملناها. pacing and cuffing exercise. range of motion. oral intake. الانتيك بتاعه type الاماونت adequate ولا inadequate. intravenous infusion التايب بتاعه برضه amount بير 25 hours. دروب بير مينيت. feeding tube site of tube. الحاجات ديت سهلة. type of food given. type of fluid given. output urine frequency الأودر بتاعه color presence of blood
أو أي حاجة تانية في البلد. stool frequency color odor consistency presence of blood drainage site of drain amount consistency laboratory investigation. طبعا حاجات يعني حاجة مشهورة جدا. laboratory investigation أي حد بيخش لازم يتعمل له عملية بتاع بالذات الطوارئ. أي حد بيخش لازم يتعمل له صورة دم كاملة. بيشوف بقى الهيموجلوبين ار بي سيز بلاتلت راندوم سيريوم جلوكوز ان ايه كل بقى العناصر زي بلاد يوريا سيريوم بيليروبين براسورمون تايم براسروبين عفوا. براسروبين ده حاجة زي الحاجات المسؤولة عن التجلط. يوريك أسيد أو حاجات تانية. نيلسينج ريكورد طبعا دي برضو انتيك وأوتبوت. فيتال ساينس نخش بقى على النيرسينج كير بلان. طبعا دي أصعب حتة. كل اللي فات ده تدييش وكلام في الفاضي وبيتعلم وسهل. نيرسينج كير بلان بقى أول حاجة نفهم محتاجين إن إحنا نفهم. أول حاجة النيرسينج دايجنوزس والجول والإمبلمنتيشن والإيفالويشن. طبعا عشان نفهم حاجة أول حاجة نيرسينج دايجنوزس ده التشخيص اللي هو دخل بيه related to إيه حصل نتيجة إيه was evidenced by إيه يعني إحنا شفناها إزاي. ندي مثلا example إديما مثلا related to increase volume of fluid as evidenced by ascites. كده احنا ايه حللناه. جول بقى لونج جول وشورت جول. شورت جول مثلا احنا نسويب الفلويد او ان احنا ايه نحاول نقلل منها. لونج جول ان احنا نعالج المشكلة. implementation intervention وراشونال بتاعته. هنقيس مثلا الفيتال ساينس ليه عشان نشوف الريسبيريشن بتاعه عامل ايه والهارت ريت عامل ايه. الايفالويشن والإديوكيشن دي حاجات سهلة. ايفالويشن بتشوف انت نتيجة اللي انت عملته ده ايه. شبيهة شوية بالجول بس مش هي الجول. ايفالويشن يعني انا بنشوف بعد ما هنعمل الحاجة ديت هنديله education إيه المفروض ان احنا نوصل لايه كده. بس محتاجين نشوف مثال حي دلوقتي. نرجع بس الميتنج عشان نتأكد هو بيسجل ولا ايه. تمام. آه، كده خلصنا أول شيت. دي برضو الشيت ده نفس اللي فات بالظبط. ده الشيت بتاع سيرجيكال يونت. ده كميديكال يونت نفس الشيت نفس الحاجة. نفس الداتا اللي في الأول دي سهلة جدا يا جماعة بجد حاجات مش محتاجة. تمام. نخش بقى نشوف مثال حي للنسخنج كير بلان. وهنقول لكم في الآخر هنشوف قدامكم دلوقتي ريسورسز. أول حاجة عندنا هنا هنشوف أول حاجة nursing assessment patient information demographic medical history and current condition. أو nursing assessment physical examination vital signs and any relevant lab or diagnostic result. subjective data نفهم بقى الفرق بين subjective data والobjective data. subjective data ديت اللي البيشنت بيقولها. إنما الobjective data اللي احنا بنشوفها يعني ان النيرس بيشوفها زي الفيتال ساينس. زي ان احنا نشوف مثلا ابجر سكور. زي ان احنا نشوف ال جلاسكوما سكيل حاجات زي دي. تمام. ده بالنسبة لأول حاجة النيرسينج اسسمنت. تاني حاجة النيرسينج دايجنوزس. بنشوف بقى هل ديت اكشوال او بوتنشال بروبلم. طبعا الدكتور طبعا بيطلب منك مثلا 3 اكشوال واحدة بوتنشال. في المعظم البوتنشال بتكون نوزوكوميال انفكشن. تمام عشان نبقى متفقين بس. آه بنشوف بقى المشكلة وريليتد تو ايه واز ايفيدنسد باي زي ما شرحنا على المثال بتاع الإديمة. الجولز بقى عندك شورت تيرم ولونج تيرم. الشورت تيرم زي ما انت تقول مثلا
احنا محتاجين بس انا كنت محتاج ان انا اشرح الحاجة دي، لكن احنا عايزين نجيب مثال على حالة عشان نبقى فاهمين اسرع يعني. فين اهي؟ ده سي او بي دي مثلا، النمونيا. اول حاجة subjective data patient report difficulty في البريسنج، يبقى احنا كده عرفنا ان هو ليه هل هو ليه بيشتكي من ليه عنده سي او بي دي. هو اشتكى بيقول له عنده difficulty في البريسنج and feeling of tightness in chest. تمام، في عنده ذبحة صدرية. بيقول I can't catch my breaths. I can't catch my breaths. I feel like I am choking on mucus. يعني choking on، يعني تحس إن في جوه حاجة كده سد المجرى الهوائي. Objective data vital signs respiratory rate oxygen saturation lung auscultation. بنشوف الحاجات اللي النيرس، طبعا احنا مش هنقرا الشيت كله، احنا عايزين نفهم. لكن بالنسبة للحالة انت ممكن تجيب 1000 حالة وتفهم عليها عادي. nursing diagnosis ineffective airway clearance related to ايه؟ هو أول حاجة التشخيص بتاعنا مش عارف يتنفس كويس. related to increase الميوكس production and broncho constriction. تمام، اتسدد الشعرات الهوائية as evidenced by productive cough. يبقى احنا كده هو مش عارف يتنفس كويس. related to ايه بقى؟ related to ايه ديت؟ بتكون حاجة ديب شوية وما تتشافش، لازم تتعمل لها انفستيجيشن عشان تفهم. تمام. برونكو كونستراكشن as evidenced by، شفناها ازاي؟ productive cough wheezing decrease الاكسجين saturation. تمام. جولز بقى شورت تيرم، احنا مثلا نشوف الاكسجين saturation above 92%، دي تعتبر شورت تيرم. اللونج تيرم clear lung sound open auscultation within 24 hours. يبقى احنا كده ايه؟ عرفنا الفرق بين الشورت واللونج تيرم. ريسك انترفنشن بوزيشننج، مثلا نحطه في السيمي فاولر بوزيشن. ليه؟ الراشونال بتاعته upright position improve lung expansion and reduce diaphragm pressure. كده الضغط على الديافرام هيقل، فاحنا محتاجين ان احنا نحطه في السيمي فاولر. تاني حاجة ناخد كمان المثال encourage coughing and deep breathing. ليه؟ نقول الأول الانترفنشن teach the patient the deep breathing exercise and half coughing technique every 2 hours while awake. لما يكون مستيقظ معانا كده يعمل deep breathing exercise deep coughing exercise deep breathing exercise و coughing techniques. rationale بقى help mobilize secretion and improve airway clearance. تمام، بعد كده احنا فهمنا. ممكن نكمل باقي، لكن الشيت ده هبعته لكم ان شاء الله، هتلاقيه في الديسكريبشن. evaluation after 24 hours long auscultation relief reveals decreased wheezing and clear lung sound. يبقى كده evaluation هيحصل ايه احنا متوقعينه، دي مش expectation، دي اللي احنا نعمل evaluation نشوفها المفروض ده يحصل. لو ما حصلش تعيد البلان تاني. patient report feeling less short of breath and is able to expectorate sputum more easily. يعني بيعرف يطلع السبيتم عادي كويس والدنيا معاه سالكة جوه. oxygen saturation improves to 94% on room air. if outcome are not met reassess intervention and to consider additional treatment such as respiratory therapy. هو بيقول لك لو الاوتكم دي ما اتحققتش دي تعتبر اوتكم، مش توقعات، يعني تعتبر توقعات بس يعني ايه، احنا بنحط الاوت كام ده عشان المفروض نوصل له desired outcome، ما وصلناش له نعمل reassess. patient education educate the patient on importance of hydration and airway clearance technique teach the patient proper deep breathing and coughing exercise. يبقى احنا كده دي education، ان احنا بنديله education في collaboration work with the respirator، لكن دي مش مشهورة قوي. collaboration ما تكونش في كل البلان. work with respiratory therapist for additional intervention such as chest physiotherapy or nebulizer treatment if needed. وفي كمان ممكن يقول لك مثلا تيلي
تتواصل معاه على التليفون، عشان تساعد لو في أي حاجة تانية حصلت، تكون متابع معاه. بس ده بالنسبة للنيرسينج كير بلان، وهي حاجة سهلة جدا جدا يعني، مش محتاجة حاجات كمان واحدة تانية. آه، ماشي، نفهم بس حتة الشورت واللونج تيرم جول. أدي عندك مثال على حالة acute pain related to surgical incision as evidenced by patient verbal complaint of pain. دي طبعا سهل، بس احنا جبنا الايه الأصعب عشان نبقى فاهمين كويس. short term goal patient will report decrease pain. ماشي. after pain management intervention. Long term the patient will demonstrate pain relief and increase comfort within 3 days as evidenced by improved mobility. يبقى احنا في الشورت تيرم بنطمحش الحاجات كبيره قوي، يعني يا دوبك تلحق الحاله. واحد مثلا الضغط بتاعه واطي، يا دوبك ان احنا نعليه نخليه في النورمال، بعدها نحاول ان احنا نحسنه بقى انه يفضل نورمال على طول. تمام. مش انترفنشن الحاجات دي احنا شفناها هناك. دي ممكن برضه نشوف دي حاجه جديده، فالويشن مش كانتش شفناها قبل كده. فالويشن بيشنت ريبورت بين ريدكشن تو 3/10. يعني البين لو 10، لو 9 مثلا يبقى كده صعب، ف3/10 حلو. achieved ولا not achieved؟ تعمل صح على achieved. عشان كان move without discomfort. uh, and shown proof the comfort. achieved ولا مش achieved كده. فدي حاجة سهلة جدا بالنسبة ل NCP Nursing Care Plan، وأتمنى المعلومة تكون وصلت. دلوقتي حان وقت إن إحنا نخش على المواقع، عشان دي أكتر حاجة أنتوا بتسألوا عليها. ثانية واحدة نجيب كل حاجة. طبعا هشارككم كل المصادر ديت، بس احنا دلوقتي عايزين نعمل تجربة حقيقية للموضوع عشان يكون باين معانا. أدي أول موضوع هو نيرسينج لابس. موقع شهير جدا جدا، وحاجة من المواقع المضمونة يعني. نخش ادي نيرسينج لابس، والله كويس. ادي نيرسينج كير بلان، هتلاقي كل المواقع. انا بس بعمل تجربة حية قدامكم عشان تبقوا عارفين. ادي نيرسينج كير بلان، دايبيتس ميليتس هايبرتنشن، كل حاجة موجودة. المواقع ديت بتتميز ان هي البحث اللي انت قدامك ده مش جاي عشوائي، يعني هو مش محطوط عشوائي. نيرسينج جول حتى انت ممكن تستفاد منه القراءة. تمام، وجايب لك صور وبيعرفك كل حاجة عن الحالة، حتى انك تكون فاهم. مش شرط بس بتعمل إيه اللي هو البلان بتاعتك وخلاص. تمام، وبيديك كذا بلان: activity intolerance deficient في knowledge decrease the cardiac output chronic pain. كل ده حاجات يعني هتفيدك جدا انك تكون فاهم الحالة كويس. ودي نصيحة، يعني انت ما تضيعش الشيت وخلاص انك خلصت وهتمشي. لا، حاول ان انت تستفاد بيه بأكتر قدر واستطاع، عشان ده هيفيدك بعدين وتبقى من الحاجات اللي كويسة. ان انت بدل ما انت خلاص عديت على الحالة كده وخلاص، لا ده انت بتستفاد بيها بعدين. ادي كمان ال ACE inhibitor، وادي كمان adrenergic بلوكرز وحاجات. كل الأدوية موجود. نيرسينج دايجنوزس expected outcome، كل حاجة موجودة ما شاء الله في البلان. ويمديك كذا بلان عشان إيه ما تحتارش. طيب، واحد يقول لي مثلا هل الاعتماد على الموقع ده هو الأهم؟ أنا هقول لك على حاجة: أنت ممكن تخلص كل ده في خطوة واحدة. طبعا الموقع دي مضمونة 100%، عشان بس محدش يجي يقول لي الموقع ديت أنا اشتغلت بيها وكانت كويسة، أنت ليه بتقول إن هي مش؟ لا، أنا ما بقولش إن هي مش كويسة. أنا عندي فكرة ليك أسهل: انت ليه بدل ما انت اخش موقع الفلاني واخش الموقع العلاني، انت ممكن بتضغط زرار شات جي بي تي. وطبعا يعني محدش يقلل من شات جي بي تي. شات جي بي تي من من المواقع المهمة جدا، شات جي بي تي. ف آه، تحاول على قد ما تقدر ان انت تبعت له اللينك بتاعك. انت ممكن تبعت له اللينك بتاع المواقع، تمام، وتقول له جمع لي الداتا.
هو هيجمع لك كل حاجة، وبالذات شات جي بي تي التطور اللي هو فيه عنده ريسورسز كبيرة جبارة. فأنت بدل ما أنت تقعد تبحث في الموقع وتتعب نفسك وإيه اللي حصل وكده، ممكن تبعت له الشيت مكرما. ودي خلي بالك ديت حاجة إنك تحسب تخلي ال AI يخدمك، دي مش حاجة وحشة، بالعكس دي تفيدك إن أنت بتحاول إنك تطور من نفسك وتستفاد بالخدمة على قد ما تقدر. تمام. تجيب منه داتا محترمة بز... بناء على الريسورسز اللي انت اديته له، او انت اساله يديك كومبريهنسيف داتا. الداتا اللي جابها لك حاول انك تخليه يدعمها بريسورسز عشان تعرف انت الريسورسز ديت ايه، لو عايز تخش حتى تعمل جولة كده ولا حاجة. لكن شات جي بي تي هو من الحاجات اللي الناس كلها بتعتمد عليها في شغلها، خلي بالك. واللي يقول لك شات جي بي تي مش كويس فهو مش عارف يستخدمه صح، لان معظم الشركات ومعظم الحاجات دلوقتي مدارة بالاي اي. وشات جي بي تي من المواقع اللي بتتطور كل فترة وبيطلع منها نماذج كتير بتعمل محتوى. اصلا في محتوى انت بتشوفه قدام عينيك بيكون اي اي وانت مش واخد بالك ومفكر ان الاي اي ما بيخدمش، لكن الاي اي هيزيد مع الوقت وهيستفاد بيك كل. لكن كل واحد على مدى ذكائه يقدر يستفاد بالحاجة. فانت كل ما انت بتدي ال AI حقه كل ما هو بيفيدك. فشكرا لحضراتكم. طبعا الريسورس بتاعت الكير بلان هبعتها لكم، هتكون في الديسكريبشن او هبعتها على الجروب التليجرام اللي متابعين على جروب التليجرام. وبكده نكون خلصنا فيديو الشيت، وأراكم على خير بإذن الله، وشكرا للمشاهدة.